بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين، إلى أن قال: الفصل الثالث في صفات شعاره صلى الله عليه وسلم وشيبه وخضابه وما يتعلق بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر حسنه، ليس بالصبت ولا بالقعد القطط، وكان إذا مشطه بالمشط يأتي كأنه حبك الرمل، وربما جعله غدائر 4 يخرج كل أذن من بين غديرتين، وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلألأ. اللهم صل وسلم عليه. ومعنى الغدائر الذوائب، وواحدتها غديرة. والحبوك جمع حباك ككتاب، وهي الطريقة في الرمل ونحوه. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمة وفوق الوفرة، وكان شعره صلى الله عليه وسلم يضرب إلى منكبيه، وكثيرا ما يكون إلى شحمة أذنيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الجسم، بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه. وكان صلى الله عليه وسلم يسديل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكانوا يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. ومعنى سدل الشعر إرساله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن السبلة، ومعنى سبلة مقدم اللحية ومن حدر منها على الصدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكان يعفي لحيته ويأخذ من شاربه. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته الشريفة من عرضها وطولها. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر تسريح لحيته. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارقه سواكه ولا مشطه، وكان ينظر في المراء إذا سرح لحيته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اهتم أكثر من مس لحيته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتم أخذ لحيته بيده ينظر فيها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، ويكثر اتخاذ القناع. والقناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لتقية العمامة والثياب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ادهن صب في راحته اليسرى، فبدأ بحاجبيه ثم عينيه ثم رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي شأنه كله. وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وإذا نام واضطجع على ينبه الأيمن مستقبل القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجل غبة، أي حينا بعد حين. وكان شيبه صلى الله عليه وسلم في الرأس واللحية شيئا قليلا نحو 17 شعرة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لاشتمال هذه السور على بيان أحوال القيامة مما يوجب خوفه على أمته صلى الله عليه وسلم. وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وفي الصحيحين من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب ولم يبلغ شيبه أوان الخضاب، وإنما خضب من كان عنده شيء من شعاره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ليكون أبقى له. وفي الصحيحين أيضا وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه. ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحنة والكتم نبت في حمرة. وقال النووي: المختار أنه سبقه في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بمن رأى وهو صادق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. وكان صلى الله عليه وسلم يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل 15 يوما.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع بالنورة ولي عانته وفرجه بيده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع بدا بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. وكان صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الشعر والأظفار. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن 7 أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والعلقة والمشيمة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. نكتفي بهذا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.